في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب المحاسن، يقول الإمام الصادق عليه السلام حتى أنت تعرف الآن، هسه قلنا خصائص ومعطيات، حتى تعرف أنت تحب الله عز وجل. إيش قال الإمام الصادق؟ هناك طريق بسيط، إن كنت تحب أولياء الله أهل الطاعة، قال فالله يحبك، وإن كنت تبغض أولياء الله وأهل الطاعة فالله أيضا شنو؟ يبغض. قال لأن المحب مع من أحب. هاي رواية المحاسن. يعني الإمام الصادق يقول واحدة من المبشرات اللي تطمئنك أنك محبوب عند الله وأنت تحب الله هو أنك تحب أولياء الله وأهل الطاعة، لأن المحب مع من أحب. عندنا بعد روايتين، ولكن خلينا نختصر بهذه الرواية الأخيرة، وهي رواية جميلة جدا جعلتها بالأخير لأهميتها. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث لنا بحديث قدسي. إخواني، يتحدث بحديث قدسي جدا مهم. يقول صلى الله عليه وآله: إن أحب العباد إلى الله المتحابون في الحلال. أحب العباد إلى الله منه المتحابون في الحلال، مو على الباطل مجتمعين، لا، على الحلال يجتمعون. هاي نقطة. المتحابون في الله أو بحلال، المتعلق قلوبهم بالمساجد. قال ذول من أحب العباد إلى الله اللي قلبه يهوى المسجد ولا يترك المسجد، ودائما هو في المسجد حاضر جماعة، ما مضيع قيمة المسجد في حياته. احنا اكو عادة كنا نشوفها اخوانا واحنا صغار، انتم ابائي بعد اكثر مني تجربة، كنا نشوف واحنا صغار تجي بعض الناس توقف على باب الجامع، شو تسوي؟ تقبل باب المسجد، لأن الناس كانت تعرف قيمة المساجد على فطرتها. الآن حتى هاي القيم الظاهرية راحت. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، هذا الشيخ العظيم في كتاباته ويلقب بالأعظم، يقول ليلة من الليالي يطلع بعض طلبة العلم في النجف الأشرف يجدونه واقف بباب أحد المساجد متعلق بالمسجد ويبكي ويتوسل بالله. هذا معناه أكو شعور، أكو حالة من التوجه إلى الله عز وجل، بحيث هو هذا المسجد. الحديث القدسي يقول إذا دخل المؤمن إلى بيت الله أول قدم يضعها يقول الله للملائكة، يقول لهم هذا زوري. أنت دخلت بالغيب، الله يحكي بس إحنا ما نعرف. يقول هذا زوري وحق علي أن أكرم زوري رب العالمين. لذلك النبي يقول ذول أحب العباد إلى الله اللي ما يضيعون المساجد. والآن أكو شكوى في واقعنا، والمساجد تشتكي من الناس الذين يضيعونها. أصلا المسجد يربي الإنسان. إخوان، الإنسان يتقرب إلى الله ويتربى وين؟ شوف كل إحنا الآن خلنا تدبر بسيط. إنما ربينا وحافظنا على مبادئنا وصلاتنا منين أخذناها؟ من المساجد ومن مجالس أهل البيت. لذلك النبي يقول ذول أحب العباد إلى الله المتحابون في حلالي، المتعلق قلوبهم بمن بالمساجد، المستغفرون بالأسحار. والمستغفرين بمن بالأسحار. قال الله عز وجل يا حبيبي يا محمد إذا أردت بأهل الأرض شرا بلاء عقوبة ذكرت هؤلاء ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. سبب منه؟ سبب ذول المتحابين في الله والذين يتعلقون بالمساجد والمستغفرين بالأسحار. قال ذولي بسببهم أنا أدفع البلاء.